كلنا شفنا دوري الملوك وفرقة ترابون اللي مكسرة الدنيا، واكيد كلنا شفنا الفيديوهات على السوشيال ميديا صح؟ ولكن اللي بيحصل دلوقتي بقى ده مش مجرد شيء عادي، لا ده خطة ممنهجة هتدمر الكرة المصرية، وزي ما عملت بره دلوقتي بقت في مصر والوطن العربي. واللي هقوله لك دلوقتي ده مش كلام عادي، لا ده خطر حقيقي بيدمر الصناعة اللي موجودة من آلاف السنين وبيخليها على وشك الانهيار. فمثلا يا صديقي تعال اقول لك على احصائيه وارقام تعرفك ان اللي جاي ده بدايه النهايه. في دراسه اتعملت في امريكا من مورنينج كونسولت، ودي بتقول لك ان جيل الجين سي اللي هو من 1997 لحد 2012 تقريبا، بتقول لك ان 53% منهم مش مهتم بالكره اصلا. اما على مستوى العالم فمن 40 ل 45% من الجيل اللي طالع ما اتفرجش على متوشه في حياته، وده بقى ياخدك لمؤشر خطير جدا ان الصناعه دي بدات تنهار. وهنا على طول يخش صديقنا بيكيه ويقرر انه يغير عالم كرة القدم. تعال بقى نعرف القصة بالتفصيل عشان نعرف ازاي العالم ده هينهار وهيظهر عالم جديد في مجال كرة القدم بشكل مختلف بطريقة مختلفة وكل حاجة مختلفة. ولكن يا صديقي خد تعالى اقول لك، انت ليه ما عملتش لايك واشتركت في القناة لحد دلوقتي؟ يلا بسرعة انزل اعمل لايك واشترك في القناة، عشان اللي انا هقوله لك دلوقتي هيخليك تغير فكرتك خالص عن مجال كرة القدم الفترة اللي جاية. كلنا نعرف جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، ونعرفه كمان بالقصه بتاعت شاكيرا والطلاق والخيانه والكلام ده كله، ولكن جيرالد بيكيه بعد الاعتزال قرر انه يجي بفكر جديد خالص وان هو يغير الكره نفسها. بص يا معلم، بيكيه في سنه 2022 قرر ان هو يتعامل مع يوتيوبر شهير جدا اسمه ايبايا نو، عشان بقى يعمل حاجه مختلفه، كوره بس مش للمتخصصين بس، كوره لكل الجمهور، اللي هو دلوقتي بقى اهم حاجه واهم معلومات بياخدها من التلفزيون والانترنت. الفكره الاساسيه بقى ايه؟ ان الكره التقليديه بقت بطيئه والزمن بتاعها طويل، ده غير ان المال دخل فيها خلاها بقت اغلبيتها للتكتيك، وان اللعيبه بقت عامله زي المكن، مفيش اي اداء ولا في اي استعراض ولا مهارات ولا حركات ولا اي حاجه من اللي احنا بنحبها. ده غير اصلا ان اللعيب المهاري ما بقاش مطلوب في الفرق الكبيره، ده غير بقى القوانين الجديده الممله اللي ما بقتش اصلا تهم الجيل الجديد ولا بقى عايز يتفرج عليها، ده غير بقى ان الجيل الجديد اصلا بقى عنده استعجال، عايز كل حاجه بسرعه وعايز كل حاجه يكون فيها اثاره ومتعه، وما يقعدش يتفرج على لعيب واقع 10 دقايق ضايعين، فار بيضيع وقت، حاجات كتير قوي ملهاش اي لازمه بتخلي الحكايه ممله جدا. فقرروا ان هم يعملوا حاجه اسمها دوري الملوك، فرقه من 7 لعيبه بس، اللعبه ملهاش قوانين، القوانين بتتغير حسب ما الجمهور عايز، الجمهور بيشارك، التاثير الاعلامي كبير جدا. وهنا بقى هو خلى النجوم بقوا براند الفكره، بس لعبها صح، ما جابش مشاهير الكوره بس، لا راح جاب ناس مؤثرين على السوشيال ميديا وفي كل مكان، كل واحد ليه جمهوره، كل واحد ليه محبينه، كل واحد ليه متابعينه. لما جاب الناس دي ودخلهم في مجال الكوره فطبعا المتابعين بتوعه اضطروا ان هم ييجوا يتفرجوا على ايه ده، لان هم عشان بيحبوه عايزينه يكسب حتى في اي مكان. وهنا حصل بقى التحول. اول نسخه اتعملت في اسبانيا كان فيها 12 فريق، وكل فريق ليه قائد يوتيوبر او لعيب قديم او حد مؤثر على السوشيال ميديا بشكل عام. وهنا بقى حصل التحول، كل فريق فيه 7 لعيبه، والمفاجاه كانت اكبر من الخيال. الفكره ان الفرق مش كلها فرق كرويه تقليديه، لا الفرق بقى فيها ناس مؤثرين زي ستريمرز كبير، زي لعيب قديم عنده جمهور كبير. الفكره كلها ان كل واحد يكون ملهم للجمهور بتاعه ويجذبه لانه يتفرج على اللعبه دي. المباريات بقى بتتبث على كل منصات البث المباشر زي تيك توك، يوتيوب، تويتش. الفكره ان هم بيجوا لك مكان ما انت قاعد. اما بقى عن اللعبه نفسها فالكره فيها سريعه والوقت قصير ومفيش تعادل، ايوه زي ما بقول لك كده مفيش تعادل، اي مباراه تخلص في الوقت بتاعها الاصلي بيروحوا يتحكموا لركلات الجزاء الخاصه اللي هي من نص الملعب، اللعيب بياخد الكوره ويدخل انفراد على الحارس ولا يسجل لا يضيع. وهنا بقى السسبنس بجد، انا ايه اللي يخليني اتفرج على لاعب داخل يشوط ضربه جزاء من قدام الجون لا اما يجيبها لا اما ما يجيبهاش، و90% اللاعب بيحرزها. اما بقى ضربات الجزاء اللي هم عملوها فدي كانت اختراع، دي ضربات الجزاء اللي كانت بتتلعب زمان هم رجعوها لان شافوا اللي فيها الاثاره. هنا اللاعب بيخش ممكن يقدم لقطات، حركات، مهارات، استعراضات، يخليك تتمتع بان الحارس يكون عنده امكانيات واللاعب فعلا يكون عنده امكانيات ويقدر يظهر لك ده. وهنا كانت الاثاره الحقيقيه لكل الجمهور. بيبدا الجنون على طول. القوانين بتاعت اللعبه لا قوانين تقليديه ولا ثابته، لا دي قوانين معموله عشان تخلق الاثاره للعبه. يعني مثلا المباراه بتكون من شوطين وكل شوط 20 دقيقه بس، المباراه ما فيهاش تعادل، لا تعادل لا تعادل لا تعادل، لازم واحد يطلع كسبان. اما بقى عن التغييرات فالتغييرات غير محدوده، تقدر تغير اي عدد من اللعيبه اي وقت. ليه بقى؟ عشان يفضلوا محافظين على اللياقه والطاقه بتاعت اللعيبه عشان يوروك احسن حاجه عندهم. وهنا
وهنا هم بيحافظوا على السرعه والايقاع بتاعت اللعبه عشان ما تخليكش تمل. والبطاقات مش زي البطاقات العاديه، يعني مثلا البطاقه الصفراء تطردك دقيقتين، اما البطاقه الحمراء تطردك مده اطول حوالي 5 دقايق، وبعد كده تقدر تبدله عادي جدا. وعملوا بقى كروت غريبه جدا، تعال اقول لك امثال. مثلا الكارت السري ده حكايه لوحده، اي فريق لو معاه الكارت السري ده يقدر يستخدمه في اي وقت مناسب بالنسبه له. البطاقه دي بقى ممكن تعمل ايه؟ تعال اقول لك. اول حاجه ممكن تعمل الدبل جول، يعني اي جون تجيبه في وقت معين يتحسب لك بجنيه. البلانتي تقدر تاخد ضربه جزاء فوريه وتلعبها زي الكره العاديه، او الشوت اوت تقدر تاخد بلانتي وتلعبه من نص الملعب عادي وتخش انفراد على الحارس. او بقى الابعاد المؤقت، تقدر تجبر فريقك على انه يلعب ناقص معاك لوقت معين. او كارت الجوكر ده بقى بيعمل ايه؟ ده يخليك تقدر تستخدم اي كارت كان معاك تستخدمه تاني، او تغير قوانين في اللعبه. يقدر يخلي صاحب الفريق ده سواء كان ستريمر او يوتيوبر او لعيب قديم ينزل ويشوت بلانتي بنفسه لفريقه ويقدر يخلي فريقه يفوز. وعاملين بقى سسبند عالي جدا، بتقدر تستخدم الزهر في قلب اللعبه في وقت معين، تقدر تستخدم فيه الزهر وتحدفه وبناء على الرقم تاخد حاجه معينه. يعني مثلا من ضمن الميزات بتاعت الزهر انك ممكن تقلل عدد اللعيبه لعدد معين لحد ما ينتهي الشوط. اما بقى عن قوانين اللعبه فهي مش ثابته، تقدر تغير القوانين دي كل موسم، وانت تقدر تشارك وتغير القانون ده، تغير اي حاجه فيها، تغير كارت الجوكر، تغير قوانين اللعبه، تغير عدد اللعيبه اللي انت عايزه تقدر تشارك فيه، وممكن يتغير عادي جدا حسب ما انت عايز. ومع اول موسم حصلت المفاجاه، الموضوع هنا ما بقاش مجرد بطوله كوره بس، لا ده بقى عرض جماهيري كامل، محتوى كامل بيتقدم للناس وبتحبه وبتتفرج عليه وبتشجعه وبيشاهدوا عشرات الملايين. المحتوى ده فيه اثاره، فيه متعه، فيه تشويق، فيه كل حاجه انت عايزها. ده غير بقى ان انت كمان بتقدر تصوت وتشترك وتختار قوانين اللعبه نفسها، يعني انت هنا ليك دور مؤثر كمان. واللي عملته اللعبه دي كان مفاجاه بكل المقاييس، انت كنت تخش على الترند في تويتر تلاقي الناس بتتكلم عن جونج في دوري الملوك ومحدش بيتكلم عن جونج في الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، ولا حتى دوري الابطال. وبيكيه هنا بقى استغل ذكائه لانه فاهم اللعبه كويس جدا. بيكيه قرر ان هو يعمل الكوره ولكن بشكل مختلف، ما يجيبش لعيبه تقليديه، لا قرر يجيب ناس فعلا مؤثره عندها جمهور، زي ستريمرز، زي ناس يوتيوبر، زي لعيبه قديمه، زي ناس عندها جمهور حقيقي، جمهور مؤثر يقدر يستغله في ان هو ينشر اللعبه ويستفيد منه. يعني مثلا في اول دوري اتعمل في اسبانيا شارك ايكارد كاسياس واجويرو كرؤساء لفرق. البطوله دي عملت للفرق جمهور على السوشيال ميديا زي تويتش وزي يوتيوب وزي تيك توك، عملت لهم جمهور حقيقي كانه نادي رسمي، وده خلى المشاهدات تروح في حته تانية خالص، مستويات خرافيه بمعنى الكلمه. انا عايز اقول لك بقى ان بس واحد على منصه من المنصات دي كان بيوصل لعشرات الملايين من المشاهدات. مثلا ملعب كابا ارينا اللي كان في برشلونه كان بيتملي على اخره والتذاكر كانت بتخلص في ساعات. وفي اخر الموسم عملوا النهائي في الكامب نو ذات نفسه والحضور كان فل، 90,000 مشجع بيتفرجوا على الكوره دي. يعني احنا هنا بنتكلم عن ظاهره مش مجرد تجربه. ويكفي ان اقول لك يا صديقي ان اول ارباح ليهم في اول موسم بس وصلت لحوالي 100 مليون دولار. ولكن يا صديقي بيكيه بقى قرر انه ما يقفش هنا، قال لك انا عملت دوري في اوروبا، ليه ما اعملش دوري في امريكا اللاتينيه؟ وبالفعل انشا اول دوري في امريكا اللاتينيه، وهنا كانت نقطه البدايه، لانه بعدها على طول قرر انه يعمل النسخه العربيه اللي بتتلعب دلوقتي. دوري الملوك العربي بقى موجود دلوقتي وبالفعل شغال، وفي فريق مصري بقياده الاستريمر المشهور جدا ترابون، وده لوحده قادر يقلب الدنيا. وهنا بقى المصريين والعرب بداوا يتابعوا البطوله، مش عشان بس الكوره، لا ولكن عشان الاسلوب الجديد، التصوير، الجرافيكس الحماسي، القوانين اللي غيرت اللعبه وخلتها زي العاب الفيديو بالظبط. وده اللي خلى الجماهير العربيه بدات تسال دلوقتي هو ليه الكوره بتاعتنا مش كده؟ ليه الكوره بتاعتنا نفس الشكل ونفس الستايل ونفس الاسلوب؟ وده خلق مقارنه صعبه جدا 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 بين المتعه الرقميه اللي بيقدمها دوري الملوك وبين الملل اللي بنشوفه في البطولات العاديه التقليديه للكره العاديه. وبيكيه ذات نفسه طلع علينا قبل كده وقال تصريح مهم جدا، وقال لك احنا مش بنحاول ننافس الكوره، لا احنا بنحاول نعيد تعريف الكوره بالشكل الجديد بحيث انه يناسب مع الجيل اللي لسه طالع. ولكن الحقيقه هو بينافس فعلا، وده اللي خلى فيه مخاوف كبيره جدا من الاتحادات والفيفا ذات نفسها. لو فكرت شويه هتلاقي ان بيكيه ما عملش بطوله للتسليه، لا ده عمل بطوله بتعد فلوس. يعني مثلا البطوله دي بقت مصدر ضخم للاعلانات، والرعاه بقى بيتسابقوا فيها على الظهور، البث المباشر بيجيب ملايين من المشاهدات وملايين من الفلوس، كمان بقى كل نادي بقى عنده رعايه خاصه بيه، ده غير ان في ماركات عالميه دخلت السوق بسببهم. البطوله بقت تتبع اونلاين بارقام كبيره جدا، وكل موسم بيتغير تصميم البطوله زي بطولات اوروبا بالظبط. ده غير بقى ان التفاعل على السوشيال ميديا بقى لا يقارن باي دوري تاني خالص. يعني من الاخر كده بيكيه قدر يعمل نموذج كروي تجاري واعلامي
متكامل بدون ما يكون مدعوم من الفيفا ولا من اليوفا، وده اللي خلى الكل يحس بالخطر. وهنا بقى ندخل على سؤال مهم جدا، هل دوري الملوك بيهدد الكرة اللي احنا نعرفها؟ الاجابه طبعا نعم. ليه بقى؟ لان باختصار الجيل الجديد ما بقاش عنده القدره ان هو يقعد يتفرج على ماتش 90 دقيقه ممل جدا، في شويه تكتيكات تقيله، في شويه تحركات، ما فيهوش اي متعه، ما فيهوش اي اثاره، حاجه في منتهى الملل. هو بقى عايز متعه سريعه، محتوى قصير، قوانين غريبه، مفاجآت، وده بالظبط اللي عملته بطوله دوري الملوك بتاعت بيكيه. لو طفل عنده 15 سنه بيتفرج على الكوره لاول مره، تفتكر هيتفرج على اي ماتش فيهم؟ لو فرجته على ماتش ممل في 10 دقائق توقف وفي فار وفي شويه ملل كتير جدا، ولا يتفرج على كوره في دوري الملوك فيها مفاجآت، فيها كارت سري، فيها كل دقيقه حاجه جديده واثاره ما بعدها اثاره؟ وهنا ظهر الخوف الحقيقي ان الكره الكلاسيكيه تفقد الجيل الجديد. وطبعا الفكره دي في ناس كتير جدا هاجموها وبيقولوا ان دي مش كره حقيقيه، ده مجرد سيرك. وفي ناس تانية بقى شايفين ان ده بيسيء للعبه اصلا اللي اتبنت على الاحترام والمهاره مش على الحظ. ولكن بيكيه رد عليهم قال لك الكره دي للناس، ولو الناس بتحب الشكل ده يبقى هي دي الكره الجديده. وكلامه ده استفز ناس كتير جدا، ولكن في ناس تانية بدأت تعيد التفكير وبدأوا بقى يسألوا نفسهم هو فعلا ليه لا؟ ليه الكرة ما تتطورش؟ وليه دايما نخليها بنفس النمط والشكل القديم المتعارف عليه؟ وده حتى يخليك انك انت لو مش مقتنع لازم فعلا تعترف ان هم بدأوا يخليك تفكروا فيهم وان هم قدروا ينجحوا. دلوقتي دوري الملوك بقى عنده نسخة حقيقية، ومش بعيد تلاقي في تعاون بينه وبين أندية كبيرة جدا ومؤسسات، وفي كمان كلام كتير جدا عن دخول لعيبة كبيرة جدا بعد الاعتزال وممكن يعمل بطولة قارات، يعني حاجة كده تشبه كاس العالم بس للمؤثرين. ولو الموضوع كمل بالسرعه دي مش بعيد تلاقي نموذج بكده موجود في كل الدول عندنا، في كل مكان هتلاقي الدوري ده موجود وبدا يتطبق. وكل ده ممكن يعمل ضغط فظيع على الفيفا ذات نفسها بان هي تغير قوانين اللعبه. في النهايه الكره دايما بالنسبه لنا كانت اكتر من مجرد لعبه، هي دايما انعكاس لعصرها. يعني زمان كانت الكره للاحياء الشعبيه والمناطق الشعبيه، بعد كده الكره بقت للانديه. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى الكوره للانترنت. ودوري الملوك هو اول دوري اتخلق من رحم السوشيال ميديا، اتخلق على التفاعل، على الانتشار، على الحب، على الاثاره، وكمان بقى فيه متعه لحظيه. ولكن السؤال اللي لازم تساله لنفسك، هل التطور ده مفيد فعلا للكره ولا لا؟ يعني احنا بنخسر روح الكره الاصليه ولا بنبني لعبه جديده؟ ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش بقى اللايك والشير واشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد عندنا، وسيب لنا رايك في التعليقات وقول لنا هل شايف دوري الملوك هو المستقبل الحقيقي للكوره ولا مجرد موضه وهتطلع ترند شويه وهتلاقيها اختفت؟ سلام.